السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم راح تكون وصفة جدا شهية، واللي هي معنا كفتة السردين بالصلصة وكفتة السردين المقلية. خلينا مع بعض نشوف المقادير. يا ريت ما تنسوا بس تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس. في عنا هنا سمك سردين، طبعا أنا نظفته كتير منيح وعملت على إزالة الشوك أو السفير اللي بيكون فيه، لأنه لو خليتي السردين عفوا السفير أو الشوك حيعطيني لدعة وأنا باكل فيه في تمي. ما بدي إياه، أنا ما بلزمني. وغسلته كتير منيح بالطحين والملح والزنجبيل والليمون. في عندي هنا قرنين فلفل أخضر، وعندنا 6 دروس تومة لأنه السمك بحب التوم، وعندنا جرادة خضراء، وعندنا بصل، راسين بصل، وضمة بقدونس. الآن هدول كلهم أنا حاخدهم وحفرمهم على الماكينة. إذا عندك محضرة بمشي الحال عادي، الموجود بسد والموجود بيزبط. طبعا أنا حفرمهم هنا زي ما هم مبين معايا. إيش موجود عندك؟ ماكينة الفلافل عندك بتنفع وبتسد، عندك المحضرة بتنفع وبتسد، اللي موجود عندك بتعمليه. أنا هاخده وحفرمه. هيني بعد ما فرمتهم كلهم ما حياخدوا معك وقت ولا حيغلبوكي. يا ريت ما تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، لأنه والله بنتعب وإحنا بنقدم في الوصفات وبنحضر فيها وبنجهزها. الآن هينا بعد ما فرمناها حنضيف عليها اللي هي الملح، فلفل أسمر، كمون، كزبرة ناشفة، توم بودرة، نعناع ناشف. النعناع الناشف هنا ممكن إني إيش تحطي بداله، إذا موجود نعناع أخضر تقدر تفرميه معهم على الماكينة. ملح حطيت، فلفل أسمر، كمون، والكزبرة هالقيد. الكزبرة كتير طيبة، ولو كانت كزبرة خضراء أطيب وأطيب. في عنا هنا طبعا التوم البودرة، وفي معانا النعناع الناشف، تقدر تستعيضي عنه بالنعناع الأخضر، أو كمان تحطي كمان الريحان، إذا موجود عندك ريحان بتحطي ريحان كتير طيب عليه. ألخبطهم كتير مع بعض. وهيني هنا لفيته بالنايلون الرول، وححطه في التلاجة لمدة ساعة ساعتين حسب، عشان بس تشد حيلها معايا الكفتة، لاني لو الحين على طول اشتغلت فيها مش هلاقيها شادة حيلها، حتكون طرية كتير في ايدي. هيني هنا دهنت ايدي بالزيت بعد ساعة، وهعملهم اكفتهم. طبعا دهنت ايدي بالزيت حتى ما تلزق في ايدي وتغلبني. حكفتهم كلهم بالشكل هاد اللي قدامكم. انت هان طبعا تقدر تشكليهم على شكل كرات، هذا اشي برجع لك. بدك اياهم اصابع بتعمليهم، بدك اياهم كرات بتعمليهم، اشي بيرجع لاطفالك ولبيتك شو بيحبوا. حكفتهم كلهم وارجع لكم. الان انا في الوقت هذا انا حاطه الزيت على النار يحمى، زيت غزير حطيته يحمى على النار عشان اقليهم. تمام. هاي الزيت طبعا عندي قدامي مبين. حاقلي الكفته، هي شايفه كيف حامي الزيت عندي. حوطي الغاز شوية عليها، بدي اياها تاخد اللون الذهبي، ما بدي اياهم لا ينحرقوا ولا يطلعوا على بياض مش مستويين، بدي اياها تاخد لون ذهبي. حقليهم كلهم هنا مع بعض. في الوقت اللي انا بقلي فيه هيني بالكفتة، شايفين ما احلى لونها ما شاء الله، للامانة والله ريحتها بتشهي. كانت طعمها بالسفير غير عن طعمها بدون الشوك، ديروا بالكم طعمها بدون الشوك كتير روعة. في الوقت اللي انا بقلي فيه السمك حطيت شوية زيت من السمك اللي انا بقلي فيه الكفتة، حطيته في صينية عندي، وحقلي فيه بصلة مقطعة لقطع صغيرة، وححركهم على النار. هنا في عندي أنا الصلصة أنا عاملاها في البيت عندي ومفرزاها، وإن شاء الله إن شاء الله أنا وعدكم إني حنزلها وحنزلها بإذن الله. هنا حضيفها، هيها لسه عندي تلج، أنا مش سايحة، هيها مفرزة ماخدة حتى شكل المربع عشان ما تاخد معي حيز في الفريزر. هحطهم على النار في الوقت اللي أنا بقلي فيه، برضو نفس الوقت اللي أنا بسبك فيه الصلصة. هي هنا الصلصة اتسبكت عندي على النار. حضيف لها هان الملح والفلفل الأسمر والكمون، ما حضيف أكتر من هيك. ضفنا ملح، وهاي ضفنا كمان هنا فلفل أسمر والكمون. مش حضيف عليها مطيبات أزيد من هيك، ما تزودي أكتر من هيك عشان تبين معايا طعم صينية الكفتة معها. لا إله إلا الله، عبدنا الظهر. لا إله إلا الله، صلوا على سيدنا محمد. تمام. هيك في عندي أنا هنا حسقط الكفتة اللي أنا قليتها في الصلصة اللي أنا مسبكاها. هنا أنا هعمل صينية كفتة. في ناس ما بيحبوا صينية الكفتة بالبندورة، ممكن إنك تعمليها صينية الكفتة بالطحينية، برضو كتير طيبة، وإن شاء الله برضو هعملكم إياها وحنزلها. هذه طيبة وبالطحينية كمان طيبة. في ناس ولادهم ما بيحبوا صواني الكفتة، بيحبوا الكفتة مقلية لحالها، بتشهي للأمانة أزكى من كفتة اللحمة اللي بنعملها العادية في بيوتنا. تمام. أنا هنا ما شاء الله 2 كيلو رمى معي كمية كتير منيحة وكتير حلوة، بتكفي عيلة ما شاء الله كبيرة. هاي البندورة زي ما هي مبينة معنا كيف بتغلي.
انا حنزل الكفتة هنا بالصلصة عشان ياخدوا طعم بعض، الصلصة تاخد من طعم الكفتة والكفتة تاخد من طعم الصلصة، بتطلع اشي رهيب، اشي بجنن للأمانة، كتير رائعة وكتير بتجنن وطعمها اكثر من الرائع. جربوها على طريقتي وادعولي. تمام هيك. هاي انا نزلت الكفتة كلها تقريبا، حخليها ابو 5 دقايق بس ياخدوا يدوا بشكل ودي مع بعض، وبعد ما خلصت منهم اخليها هي بتغلي عندي، حاخدها هيها بعد 5 دقايق، شايفين كيف بتغلي، حاخدها واحمرها بالفرن. تمام هيك. وهيك وصفتنا لليوم صارت جاهزة. هاي الكفتة بالصينية والكفتة المقلية، بتحطي المقبلات اللي بدك اياها معها، وصحتين وألف عافية، والأهم من هيك انه طعمها كتير كتير طيب. وإن شاء الله الوصفة